ايوه يا اعتماد. ايوه حبيبتي، انا في الشغل من غير ما احلف يا اعتماد. انا حرامي؟ هتقولي اللي احلف هقول جالك الفرج والكلام الفارغ ده. طيب خلاص. لا طلبات لسه بقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. طيب خلاص هلاحق عليك منين يا اعتماد؟ يعني اسرق يعني؟ يلا مع السلامه. يلا الوقت بيسرقنا. يلا هكلمك في البريك. باي. ايه ده؟ انت ايه؟ واحد لابس اسود في اسود ومعاه سلاح وتواجد في اوضه نوم حضرتك فجاه، يبقى ايه؟ باتمان؟ حرامي؟ سرعه بديهه وقوه ملاحظه. ميرسي خالص. وانا ممكن اصرخ؟ لا صرخ ايه وبتاع ايه؟ لا يعني تفتحي بقك الجميل ده، تطلع من هنا طلقه صغنونه تروح على البق تعمل تعويره وتبقى حكايه وحشه. ليه؟ يا مامي اصحى يا اسماعيل. في مين؟ ليه؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ مين ده يا ست هانم؟ ما شاء الله اسماعيل نفس مستوى الذكاء مجمع لما وفق. انت جايبالي البوي فريند بتاعك في اوضه النوم؟ يعني انت مشكلتك في اوضه النوم؟ يعني لو في الصاله بره اوكي بالنسبه لك؟ بوي فريند ايه بس يا اسماعيل؟ ده حرامي. ايه ده؟ انت حرامي فعلا؟ استاذ اسماعيل ممكن لو سمحت شويه ثقه ازيد شويه في المدام بتاعتك؟ قالت لك حرامي يبقى حرامي. هو انا مش باين عليا ولا ايه؟ لا ارجوك ما تاذيش مراتي. لو المسدس ده فيه رصاصه واحده اخدها انا. لا ما تسمعش كلامه، ده لازم يعيش لاولاده، محتاجين الاب والقدوه. لا ما تسمعش كلامها، هما محتاجين رعايتها وحنانها. اضربني انا، اضربني. الوداع يا سناء. اسماعيل ايه الرخص ده؟ وايه الافواره دي والسحابات اللي من تحت والحاجه؟ ما تتكلموا عادي يا اخوانا. لا حول ولا قوه الا بالله. مين جاب سيره القتل؟ بس انا قلت هقتل. اللحظه الدراميه دي لمستني، عشان كده انا اخد من سيادتك المينيمم بتاعي واتكل على الله. ايه المينيمم ده حضرتك؟ لا بص يا باشمهندس، انا هفهمك حته من اصول المهنه. انا بطلع الطلعه ما ارجعش منها باقل من 3200 جنيه، ده المينيمم بتاعي. وعلى فكره ده سعر الاسبوع اللي فات، اديهم لي وربنا يعوض عليا في فرق الدولار. اقسم بالله انا عامل مع سيادتك واجب، عشان خاطر دي اول شقه اخشها الليله دي، وان شاء الله يبقى استفتاحنا عسل على وشكم. والله يا استاذ انا لسه ما قبضتش. انا معايا 600 جنيه ممكن تاخدهم، واول الشهر ممكن اديك الباقي. لا يا فندم، خدمة التقسيط لسه ما اشتغلتش معانا. يعني لو ما فيش كاش مش مشكلة، ناخد أي حاجة بقيمة المبلغ، ولو في فيسا أنا تحت أمرك. خلاص اتحلت. ما تديله اللاب بتاعك يا اسماعيل. اديله بتاعك يا اسماعيل؟ ليه؟ هو ب 3000؟ ده أنا جايبه من سنة ب7. ياه، ده 15 إنش بقى. إيه ده؟ أنت تعرف الحاجات دي منين؟ استنى أنا بشبه عليك، أنا أكيد أعرفك. بص لك، ما أنا اللي بعمل فيديوهات كيف تصرخ في 30 ثانية. بجد أنا بحبك أوي. طب اعمل سبسكرايب بقى. طب بص عشان أنا بحبك، الست هانم عندها موبايلين، موبايلين، وهتلاقيهم جوه الدولاب. لا استنى اصلا ده يعني ما يجيبش 1500. وبعدين الكاميرا بتاعته وحشه. شايف الشفونيره دي مليانه ساعات بتاعته، اقل واحده فيهم ب 3000 جنيه كده يا سناء. بصوا الحاجات اللي عامله لكم قلق دي كلها اطلعوا بيها وادوهاني وانا ريحكم منها. هو اللي دايما كده، شايف حاجته دايما هي اللي تسوى وحاجتي انا ملهاش اي قيمه. لا ينفع كده استاذ اسماعيل؟ طب احكم ما بيننا انت يا استاذ. انا لما بشتري بجد، مش بجيب حاجات تناتيش ملهاش لازمه وخلاص. مش عارف، انا مش قادر اصدق حضرتك. يعني ده حتى البيجامه بتاعتك انا اسف يعني شكلها يعر سنه يعني. متشكر قوي. على فكره بقى انا عندي حاجات احلى من كل الحاجات اللي عنده، ذهب وفريرات، بس اهلي هم اللي جايبينهم لي، اصله بخيل. انا بخيل يا سناء؟ معلش يا استاذ اسماعيل، انا اسف جدا. يعني بصراحه من نظره كده المدام باين عليها ان هي من عيله ومستريحه وراضيه بيك، وانت لا مؤاخذه يعني. ايه لا مؤاخذه ايه؟ انا مش قادر اقولها الصراحه. يعني انت يعني اقل من مستواها. لا 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 لا، انا عندي فلوس كتير جدا. بقول لك ايه، شايف الشوفونيره دي؟ شايفها؟ انا حاطط فلوس هنا كتير قوي، ونضارات وشرابات، ولا هي ولا اهلها يقدروا يقفوا قدام المحلات اللي بتبيعها.
الصراحه انا مش مصدق حضرتك، في فشر كده. طب انا هوريك واحكم بنفسك. البيه يا مدام شكله واثق من نفسه. خلاص يتفضل هو يطلع كل الحاجات اللي عنده، وانا هطلع كل الحاجات اللي عندي، وانت كده شكلك ذوق ونور، واحكم انت بقى. ميرسي يا مدام على رأي حضرتك فيا والله. يعني انا اخر حاجه يا جماعه كنت اتخيلها ان انا اكون سبب في زعل ما بينكم. خلاص بقى، يلا يلا خلاص صالحوا بعض. خلاص خلاص بقى، ما انتوا حلوين، يعني ما تعملوش كده. يلا يلا بصوا، كل واحد فيكم هيقوم يطلع حاجته، ونشوف بقى مين ذوقه احلى من مين، ومين عنده حاجه احلى من مين، ونتفرج كلنا كده ونقضي اوقات سعيده، وانا هحكم بالعدل. انا ما كنتش عارفه ان هو غدار كده. هو قال ما نصرخش قبل قد ايه؟ قال اوعى اسمع صوتكم قبل ما يعدي 5 دقايق، والا هرجع واموتكم انتوا الاتنين. اظن فات اكتر من 5 دقايق. يعني متهيألي كده. طب يلا.